بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده اول فيديو لينا في كورس الخزانات. الفيديو ده هيكون عبارة عن مقدمة هنتكلم فيه كده باختصار عن الحاجات اللي احنا هنشرحها ان شاء الله في الكورس. ايه الحاجات اللي هنتعلمها باختصار؟ اول حاجة حابب اقولها ان الكورس ده هيكون مانوال، يعني هنشرح فيه تصميم الخزانات مانوال. الحاجة التانية ان احنا هنتعلم في الكورس ازاي نصمم الخزانات بانواعها. خلينا نقول اشهر انواع الخزانات. احنا عندنا في الاساس 3 انواع من الخزانات. النوع الاول عباره عن ريكتانجلر، النوع الثاني سيركلر، النوع الثالث اوبن تشانل. كل نوع منهم له 3 حالات، فاحنا يعتبر في الاخر هنصمم 8 خزانات، وكل نوع من دول هناخد عليه مثال محلول ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. النوع الاول هو ريكتانجلر اندر جراوند، النوع الثاني ريستد اندر جراوند، النوع الثالث اليفيتد اندر جراوند. نفس الكلام موجود بالظبط في الخزانات السيركلر. عندنا ال3 حالات. الحالة الأولانية اللي هي الخزان تحت الأرض، النوع الثاني الخزان مرتكز على سطح الأرض، النوع الثالث خزان مرفوع عن سطح الأرض. آخر نوع اللي هو الأوبن تشانل عندنا منه حالتين بس، لأن ما ينفعش منه الحالة بتاعت الأندر جراوند لأن هو بطبيعته أوبن تشانل مفتوح. النوع الأولاني منه اللي هو الريستد، والنوع الثاني اللي هو الإليفيتد. يبقى احنا يعتبر عندنا 8 حالات، كل حالة منهم هناخد عليها مثال محلول إن شاء الله عشان نوضح طريقة التصميم هتكون عاملة ازاي، وكذلك التفاصيل بتاع التسليم. طيب ايه تاني اللي هنتعلمه خلال الكورس؟ عندنا اول حاجة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، ان انا هعرف انواع الخزانات ايه، وهعرف تصميم كل نوع، وهعرف تسليمه. دي كده اول حاجة. الحاجة التانية ان احنا هناخد امثلة محلولة على كل نوع منهم. الحاجة التالتة هنتعلم ازاي نقدر نصمم القطاعات على نورمال فورس اند مومنتس. القطاعات اللي احنا متعودين عليها كلها عبارة عن قطاعات بنصممها مثلا يا اما على مومنت بس او على نورمال فورس بس زي الاعمدة. لا، احنا القطاعات بتاعت الخزانات بتكون معرضة لعزوم ونورمال في نفس الوقت، وده اللي احنا هنتعلمه كمان خلال الكورس. الحاجة الثالثة ان احنا هنعرف ازاي نقدر نصمم القطاعات الووتر سيكشن. الخزانات اللي عندنا بطبيعة الحال بتكون معرضة لمعظم الوقت على الاغلب لمية او سوائل عموما. الخزانات اللي عندنا مش لازم انها يكون فيها مية، ممكن يكون فيها مية او اي سائل تاني زي زيت او ايا كان النوع. ممكن يكون فيها غلة، مش لازم يكون فيها سوائل بس، على حسب الحاجة اللي احنا هنحطها في الخزان. طبعا احنا يمكن الاشهر والاكثر استخداما في الخزانات هو ان احنا بنحط فيها ايه، السوائل زي الميه، وعندنا برضو لو عندنا مثلا بياره، البياره دي بتبقى فيها سائل وهكذا. الحاجه الخامسه ان احنا هنعرف ازاي نقدر نحسب الاحمال دي على الخزانات. يعني نقدر نحسب الاحمال اللي جايه من السائل او من الحاجه اللي موجوده جوه الخزان بتأثر بأحمال قد إيه على الخزان. ده اللي إحنا كمان هنتعلمه. الحاجة السادسة إن إحنا هنعرف إزاي نقدر نحدد سمك الغطاء الخرساني، لأن سمك الغطاء الخرساني في المنشآت اللي زي الخزانات هنا بيكون مهم جدا. مش هينفع إن إحنا نفترضه زي مثلا باقي العناصر زي البلاطات أو الكاميرات نقول 2 سم وخلاص. لا، ده هنا إحنا لازم نحدد سمك الغطاء الخرساني بشكل مظبوط جدا، لأن لو ما تمش تحديد السمك الغطاء الخرساني بشكل مظبوط، المنشآت دي وارد ان يبقى عندي خزان هيحتوي على مواد ضاره بحديد التسليح، زي مثلا لو عندي بياره، البياره بيبقى فيها مواد مضره جدا بحديد التسليح. لو لا قدر الله وصلت لحديد التسليح يبقى وارد انه يحصل انهيار للخزان اللي عندي، او يحصل تسريب للميه للخزان اللي عندي، وبالتالي فشل المنشأ. عشان كده مهم جدا موضوع تحديد سمك الغطاء الخرساني في الخزانات، وده اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله برضو. الحاجة الأخيرة إن إحنا وإحنا بنصمم الخزانات في عناصر هتقابلنا هنصممها وبناء عليه هنبقى اتعلمناها، زي مثلا الحالة بتاعت الأوبن تشانل. ممكن يبقى عندي خزان أوبن تشانل بالشكل ده كده، ولكن محاط مثلا من الأطراف بتاعته بكمر هوريزونتال بيم، ومربوط بتاي ما بين كل هوريزونتال بيم والتانية بالشكل ده كده مثلا على كل مسافة. فده حاجات مثلا ممكن تقابلنا واحنا بنصمم الخزان الاوبن تشانل اللي هو الهوريزونتال بيم والتاي. بالتالي ان احنا ساعتها هنكون عرفنا ازاي نصمم التاي ونسلحها، وكذلك الهوريزونتال بيم هنعرف ازاي نصممها وازاي نسلحها. نفس الكلام برضو ممكن يبقى عندي هوريزونتال بيم في الخزان السيركلر او الخزان الريكتانجلر. ساعتها هنبقى اتعلمنا ازاي نصمم الحاجات دي بطبيعة الحال. يبقى ده كده باختصار اللي هنتعلمه ان شاء الله خلال كورس الخزانات. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنقسم كل نوع هيبقى له فيديو. يعني مثلا الخزان الاندر جراوند ريكتانجلر هنعمل له فيديو لوحده نشرح فيه الخزان فلسفه التصميم بتاعته عامله ازاي، وناخد عليه مثال. تمام كده. ان شاء الله نلقاكم في الفيديوهات القادمه باذن الله.